المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا. إحياء يوم الشهداء في إقليم القاشبركة. الإريتريون في مختلف بلدان العالم يحيون ذكرى 20 من يونيو بفخر كبير. بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تستدعي سفيره. كوريا الجنوبية تستدعي سفير روسيا. وقتلى وجرحى بحرائق غابات جنوب شرق تركيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي برسالة التهنئة باسم حكومة وشعب إريتريا لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لانتخابه مرة ثانية رئيسا لجنوب أفريقيا. وأعرب الرئيس إسياس أفورقي في رسالة التهنئة عن إيمانه بأن إعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا سيسهم في التطور الاقتصادي والتكنولوجي لجنوب أفريقيا وتعميق علاقات التعاون بين إريتريا وجنوب أفريقيا. وقد تمنى فخامة الرئيس إسياس أفورقي موفور الصحة والتوفيق في العمل للرئيس سيريل رامافوزا والسلام والازدهار لشعب جنوب أفريقيا. وقد تم إعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا مرة ثانية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا لفترة 5 سنوات، وأدى القسم يوم 19 من يونيو. أحيا إقليم القاشبركة 20 من يونيو يوم الشهداء في 16 مديريات الإقليم بإعانة أسر الشهداء وفعاليات فنية تعكس المناسبة. ونظم عرضا فنيا يوم 18 من يونيو في إدارة الإقليم بتنظيم قسم الثقافة والريادة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة، والقيام بنفير تنموي بمشاركة الشعب والجيش وعمال المؤسسات الحكومية. وأقيمت يوم 19 من يونيو مسيرة شموع شارك فيها آلاف الشعب والجيش يتقدمهم حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي وقائد القيادة الغربية العميد إيوب فسايم. تخلل البرنامج عرضا فنيا من الفرقة الفنية التابعة للفرقة العسكرية 35. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية بارنتو السيد دانيال الأبرهة في الكلمة التي ألقاها في المناسبة، قال إن 20 من يونيو هو يوم تقييم مسيرة تنفيذ أمانة الشهداء وتجديد العهد لعمل متفاني، داعيا الدفع بأنشطة مساعدة أسر الشهداء. ووضع حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي وقائد القيادة الغربية العميد إيوب فسايم وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة ومسؤولون آخرون أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء. وأوضح مدير مديرية بارنتو السيد أسفل بهتا في الرسالة التي وجهها، أوضح أن 20 من يونيو تذكر للثبات على العهد والعمل المضاعف. تم إحياء 20 من يونيو يوم الشهداء بمختلف الفعاليات في إقليم جنوب البحر الأحمر. وقام السكان والجيش يتقدمهم حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وقائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندهم بمسيرة الشموع يوم 19 من يونيو وتنظيم برامج ثقافية فنية تعكس المناسبة. وبدأ الاحتفال الرسمي يوم 20 من يونيو بمسيرة أقدام لمسافة 15 كيلومترا إلى مقبرة الشهداء تخلله برامج فنية وثقافية. ووضع حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أكليل زهور على مقبرة الشهداء باسم الشعب وإدارة الإقليم، والعميد أبراهام عندهم باسم وحدات قوات الدفاع في القيادة الشرقية. وقال السفير محمد سعيد منتاي في الكلمة التي ألقاها إن 20 من يونيو ليس مجرد يوم عادي يتم إحياءه من أجل التذكر وحسب، بل هو يوم تقييم تنفيذ برامج أمانة الشهداء وتجديد العهد والقوة للمسيرة المستقبلية. وأوضح مجيء ذكرى هذه السنة تأتي بتصدينا للمؤامرات والعدائيات تزيد دفعا لمهام الانطلاق لتحسين المعيشة.
وقد تم إحياء يوم الشهداء بمختلف البرامج والفعاليات في مديريات وإدارات ضواحي وقرى إقليم جنوب البحر الأحمر. أحيا الإريتريون المقيمون في مختلف بلدان العالم 20 من يونيو يوم الشهداء تحت شعار الوطن في ذكرى فخر رزينة. وأحيا الإريتريون في الرياض وجدة وأنماس بالمملكة العربية السعودية والدوحة القطرية وتركيا وأبيجان بساحل العاج والقاهرة بجمهورية مصر العربية ولاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية وأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. أحيوا 20 من يونيو بإضاءة الشموع وإعداد الأعمال الفنية لذكرى الشهداء، مجددين التزامهم لتحقيق تراثهم من خلال العمل المتفاني. وتبرعت الجالية الإريترية في أبو ظبي بمبلغ 8817 درهما، فيما تبرع أبناء الجالية الإريترية في جدة بمبلغ 2700 ريال ل 115 أسرة من أسر الشهداء. كما تولى مواطنون يعيشون في مدينة أنماس السعودية مسؤولية الدعم 5 أسر من الشهداء، فيما تبرع أبناء الجالية في الرياض وكذا الجاليات المحيطة بها بمبلغ 13652 ريالا لصندوق أمانة الشهداء، وتعهدوا بدعم 50 أسرة. بالإضافة إلى ذلك تبرعت الجالية الإريترية في قطر بمبلغ 11400 ريال و300 دولار، وتبرع أفراد الجالية في مصر بمبلغ 28350 جنيه مصري و2360 دولارا. وسكان مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية تبرعوا بمبلغ 36000 دولار، وتولوا مسؤولية دعم 80 أسرة من أسر الشهداء. قدم موظفو مختلف المؤسسات الحكومية في مدينة تسني دعما ماليا لأسر الشهداء باقتطاع جزء من راتبهم الشهري. وأوضح مدير مديرية تسني السيد سيوم جبريسوس في المناسبة إعادة تأهيل 36 أسرة الشهيد بمبلغ 180 ألف نافة تبرع بها موظفو الحكومة العام الماضي، وتوزيع 60 ألف نافة هذا العام على 40 أسرة شهداء. من جانبه أشاد عضو مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد عمر عثمان الأهالي وموظفو الحكومة على مبادرتهم لمساعدة أسر الشهداء، مشيرا إلى أن الدعم له إسهام إيجابي على معيشة أسر الشهداء. كما تم توزيع مبلغ 25560 نافة جمعها طلاب مدرسة الساقم المتوسطة خلال عامين على 12 من أبناء الشهداء. وقال الأستاذ زرورة دائما منسقي البرنامج أن الهدف من البرنامج الذي أطلقه الطلاب عام 2021 هو تشجيع أبناء الشهداء على الالتحاق بالمدارس وتغطية مصاريف الدراسة. وأوضحت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسنية السيدة الذهبي يوسف إن مساعدة أسر الشهداء أصبحت ثقافة راسخة في المديرية منذ فترة طويلة، مشيدة بمبادرة الطلاب. قدم دعم مالي لأسر الشهداء في مدينة جندع بمناسبة 20 من يونيو. وأفاد مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد إبراهيم عمر أن الدعم البالغ 252 ألف نافة مقدم من موظفي الحكومة وأعضاء الجبهة والإقليم والقوات الجوية في مسوعة، ووزع على 42 أسرة الشهيد بمعدل 6000 نافة لكل أسرة. كما قدم سكان ضاحيتي دنقل العال وتحات 7 كنتال ذرة ل 25 أسرة شهيد. كما قدمت مساعدات مالية لأسر الشهداء في الإقليم الأوسط بمناسبة 20 من يونيو. وفي هذا الإطار تبرع موظفو مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية سرجعة وسكان مديريتي قدايف وأخرى بمبلغ 89 ألف نافة ل 101 أسرة الشهداء. كما تم التبرع في مديرية باراديزو ب 2000 نافة لكل من 14 طالب الصف 11 من أبناء الشهداء سيلتحقون بمدرسة وارساي كالو هذا العام. من جهة أخرى نظمت أنشطة نفير في قرى أمبيتو وكودادو وصالوت في مديرية قلنفح بمناسبة يوم الشهداء، شملت إعداد الحفر للتشجير وشق طريق ترابي.
ونوه المشاركون بأن تعويض شهدائنا هو بالعمل المضاعف، معربين عن الفخر والاعتزاز بمشاهدة إحياء ذكرى الشهداء بما يعكس تنفيذ العهد والأمانة. استشهد في 19 من يونيو المناضل اليماني في الصحاسين ولد سلاسي عن عمر يناهز 70 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل اليماني بصفوف جبهة التحرير الإريترية في يناير 1975 وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1977 وخدم حتى الاستقلال في القوات المقاتلة من الجندي العادي وحتى قائد السرية، وبعد الاستقلال عمل في إدارة مدينتي عاصب ومصوع بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل اليماني في الصحاسين متزوج وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانها الثرى في مقبرة الشهداء في أسمر ظهر اليوم. وتعرب إدارة إقليم شمال البحر الأحمر عن حزنها العميق لاستشهاد المناضل اليماني في الصحاسين، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء المحلية، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت أرمينيا أنها اعترفت رسميا بدولة فلسطينية في تحدي لإسرائيل التي تعارض مثل هذا التحرك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي أول رد فعل على القرار، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت السفير الأرميني من أجل توبيخه بشدة. وقبل أيام أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على نفس الخطوة باعترافها بدولة فلسطين، كما قال البرلمان السلوفيني مرسوما يعترف بفلسطين. استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية سفير روسيا لدى سول جورجي زينوفييف للاحتجاج على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع كوريا الشمالية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة لبيونغ يانغ. وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول إن أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها تعزيز الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي. من جانبه قال سفير روسيا لدى كوريا الجنوبية إنه أبلغ وزارة الخارجية في سول بأن تهديد موسكو وابتزازها بسبب تقارب علاقاتها المتزايدة مع كوريا الشمالية أمر غير مقبول. وأعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن بلاده ستعيد النظر في عدم إرسالها الأسلحة إلى أوكرانيا في ظل الاتفاق الروسي الشمالي الجديد. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي من أن توريد سول الأسلحة الفتاكة إلى منطقة الصراع في أوكرانيا سيكون خطا كبيرا جدا. قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات بعدهم في حالة خطيرة بحرائق غابات اندلعت في قرى عدة في جنوب شرق تركيا. وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إلى أنه قتل 5 أشخاص وأصيب 44 آخرون، 10 منهم إصابتهم خطيرة عندما اجتاح الحريق منطقتين قرب مدينة ماردين في جنوب شرق البلاد، مضيفا أن 17 فرق طوارئ و35 سيارة إسعاف أرسلت إلى الموقع. وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا هائلا يضيء السماء ليلا مع سحب كبيرة من الدخان. وبحسب يرليكايا وصور بثتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل خلال الليل. وأفاد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والذي يملك نفوذا واسع النطاق في هذه المنطقة بمقتل 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين. تستعد حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لفرض تعريفات جديدة محتملة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع للتسيير بذلك على خطى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا لتقرير على وكالة بلومبرغ.
ويتعرض ترودو لضغوط متزايدة في الداخل والخارج ليحذو حذو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أعلنت في مايو عن خطة لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى 4 أمثالها تقريبا، بالوصول إلى معدل نهائي قدره 102.5%. وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه يخطط لزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، مما يرفع هذه الرسوم إلى 48% على بعض المركبات. قفزت قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا إلى 1.6 مليار دولار أمريكي العام الماضي، مقارنة بأقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022، وفقا لبيانات من إحصائيات كندا. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا. إحياء يوم الشهداء في إقليم القاشبركة. الإريتريون في مختلف بلدان العالم يحيون ذكرى 20 من يونيو بفخر كبير. بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تستدعي سفيره. كوريا الجنوبية تستدعي سفير روسيا. قتلى وجرحى بحرائق غابات جنوب شرق تركيا. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.